صباح الخير، صباح الخيرات عليكم حبايبي عاملين إيه؟ أكيد متلجين صح؟ وأنا فاتحة لكم الشباك، إزيكم عاملين إيه؟ وحشتوني جدًا. يالّا بينا نصلّي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وزي ما أنتم شايفين كده المكنة طلّعت قماش، أيوه المكنة طلّعت قماش، زي ما أنتم شايفين الشتا كده، بس أنا ما طلبتش كده أوي يعني، بس ما أعرفش أنتم عملتوا إيه مع الأرصاد، فحصل اللي حصل، إسكندرية غرقت يا جدعان. إحنا غرقانين يا جدعان، مش ده اللي أنتِ عايزاه يا ست جيجي اتبطيتِ؟ آه اتبطيت، أنا كده اتبطيت. أنا كده بقى هتلاقوا روتينات جاية لكم، جاية لكم يا باشا. تعالوا بقى أول حاجة كده نسمّي بالله ونبدأ على الشباك، أيوه الفيديو كلّه الشباك النهارده، معقول يا جيجي الفيديو كلّه عن الشباك؟ أيوه الفيديو كلّه عن الشباك، مش أنتم قلتوا لي أي حاجة يا جيجي لرمضان؟ أهو، أهو القطنة ما بتكدبش أهو، أول حاجة الشباك ده خد مني مثلًا قولوا ساعتين، ساعة ونُص، حاجة زي كده يعني، لإن أنتم عارفين طبعًا ولادي كانوا بيقعدوا على الشباك، ولادِك مين دول يا جيجي لو حد جديد في القناة يقول عليكِ الست اتهبلت والّا إيه؟ أيوه ولادي بيقعدوا على الشباك بياكلوا. لأ وضّحي عشان في أطفال بتتفرّج علينا ممكن تعمل زيِّك، العصافير يا جماعة واليمام بتاعي، مبهدل لي الشباك على الآخر، فأنا قُلت بما إن الدنيا بتشتي والشباك متبهدل وأكُب مَيّة براحتي ما حدش هيقول لي أنتِ بتعملي إيه ولا حاجة، قُمت عاملة العملة اللي أنتم شُفتوها دي، دي أول التنضيفات بتاعة الغرفة دي عشان نفرش مع بعض السجادة الحزينة، السجادة الحزينة اللي ما لهاش نصيب تتفرش، هافرشِك، هافرشِك يعني هافرشِك أدي البدايات أهي، أول ما شُفت الشتا قُمت اشتغلت على طول، شُفتوا بقى؟ اطلبوا بقى الشتا كتير عشان تلاقوني معاكم في شغل. شايفين العصافير واليمام عاملين فيّا إيه؟ بصوا المنظر ده يرضيكم؟ كان لازم أقوم والّا ما أقومش؟ كان لازم، كان لازم. لقيت الدنيا بتشتي حسيت بفرحة وسرور، والله زي ما باقول لكم كده، حسيت إن أنا عايزة مَيّة، عارفين الأغنية بتاعة أنا عايزة بحر؟ أنا كنت عايزة مَيّة. فقُلت يا بنتي يا جيجي طَب أنتِ مش هتعرفي تنزلي في الشتا هتروحي فين دلوقتي وما فيش طلبات تنزلي تجيبيها ولا حاجة؟ افتحي الشباك وغرّقي نفسِك. عملت كده. أيوه زي ما أنتم شايفين كده قعدت أحُك حوالي نُص ساعة لمّا دراعاتي اتخدّلوا منّي، آه والله، أي والله، بس هاعمل إيه، خلاص هُم اتعوّدوا هتقولي يا جيجي حُطّي ورق ألمونيوم، حُطّي أكياس، بيقطّعوها، بيقطّعوها وبتطير وبتتبهدل. ف الله المستعان، يالّا زي بعض أكنِّك كده بتنضّفي لولادِك لمّا بيعملوا حاجة في البيت مش بتنضّفي لهم، أديكِ تنضّفي للطير بتاعِك. وغني بقى أغنية يا طير في الهوا، أغنية يا طير يا طير دي عارفينها؟ وقعدت أحُك في المجرات بقى، المجرة مليانة بلاوي سودا ورُز وأنا بُقّي جاي في الكاميرا كده ليه؟ عامل وضع هو يا ولية بُقِّك ده اللي داخل في الناس ده، بابعت لكم بوسة، بابعت لكم بوسة. طالما شتا يبقى أنا الإسكندرانية يا جماعة كلّهم كده عشاق الشتا عشان تبقوا عارفين. قليل أوي لمّا تلاقي واحدة في إسكندرانية تقول لِك ما باحبش الشتا، تبقى دي مش مصراوية، مش مصراوية يعني. وكلامي واضح، وكلامي واضح. جِبت بقى جراكل من المَيّة، بُصّوا جِبت كده كنت هاقع بصراحة، مش هاقع في الشارع، هاقع في الشقة من جوّه. طبعًا دي أول حاجة عملت مَيّة بكلور ب ب بم بالمسحوق بتاعي، يعني حطيت 3 حاجات في المَيّة، على أساس إن الشباك عشان أنا باعمل الرز بالزيت، فهُم بياكلوا إيه ويبحتروا، عارفين إن هُم كانوا بيقزقزوا لِب كده، والله العظيم زي ما باقول لكم كده الشباك كلّه رز. فمسكته بقى بُص كل ما أدعك أحس لسه لسه عايز يبوظ شوية، قُلت بقى إيه بدل ما أشطفه أول بأول لأ، أنا هاعمل إيه بقى، أنا يعني هاحط المسحوق والكلور عليه وأسيبه شوية يطلّع الجلخ اللي بيقولوا عليه دوّة، وبعد كده نبدأ إن إحنا إيه، نشطف يعني، فده كده هيبقى أحسن لي، يعني لمّا أعمل كده أحسن لي. ما تخافوش مش كنتش هاقع ولا حاجة، أنا كنت واقفة مبسوطة جدًا، الدنيا عمّالة تشتي برّه بقى والمَيّة تيجي ما حدش تحت بيقول ولا المَيّة اللي فوق ولا المَيّة اللي تحت، ما حدش بيتكلم، كلّه سايح على كلّه. هي اللي هو متشجّعني بتحبّي الشتا زي اللي ما بتحبّش اتدفّي يا ماما وخلّيكِ قاعدة على السرير بس حُطّي أشيائي، حُطّي أشيائي يا قروبة يا رشوان. فضلت بقى إيه، زي ما أنتم شايفين كده الشبابيك دي بتبقى يعني بتدروخِك شوية، تحسّي إن أنتِ إيه، مش عارفة تيجي تعملي كده تقفل على دراعِك، المهم يعني جِبتهم، يعني جِبتهم. يعني ده الشباك ده كمان أرحم من بتاع البنات، بتاع البنات الاتنين على بعض والشباك ضيّق، في حتّة تتغسل وفي حتّة ما بتتغسلش أبدًا، فبافضل أكُب كمية مَيّة رهيبة. وأنا هنا والله كبّيت مَيّة كتير لمّا الأرض هنا اتبهدلت، بس الحمد لله أنا كنت تانية السجادة يعني نُصّين كده، وزقّيت الكنبة خالص، وشِلت الستاير زي ما أنتم شُفتوا كده، ومسكت الشباك بقى ما خلّيتش فيه حاجة، خلّيته كده فُلّة شمعة منوّرة، أي والله، أنا مش هانتحر ما تخافوش، ما انتحرش من الدور التاسع أنا.
هنا برضك مسكت خلّيت السلك في الآخر، لإن السلك أنتم هتشوفوا دلوقتي شكله عامل إزاي. هنا بقى دي بقى فُرشة عندي كده كنت جايباها من عند استنى هاقول لكم، اسمه إيه يا ربي، عمّالة أفتكر اسمه، الملّواني، كنت جايباها من عند الملّواني اللي في شارع أبو قير. الفرشة دي حلوة جدًا يعني عارفين من زمان الزمن عندي يعني بقى لها كام سَنة عندي ما شاء الله يعني حلوة أوي. تكسّر كده واعمل بيها الحاجة عشان طويلة، فبتجيب لي الحاجة بُصّوا أنا مش طايلة البتاع بس الحمد لله جِبت كُلّه يعني، جِبت كُلّه. المِجرة بقى اللي جننوني، المِجرة بتاعة الشباك دخل فيها كمية مَيّة وأنشِّف من هنا تطلع لي من الناحية التانية، أنشِّف من الناحية التانية تطلع لي من الناحية دي. الشباك كان لازم يتعمل كده ما ينفعش بجلانس ولا أي حاجة، كان لازم الوضع ده. طبعًا أنتم شايفين السما عاملة إزاي وأنتم مش شايفين الشتا، ده شتا، شتا يعني ما أقولكوش، ده البحر كان في الشارع، يعني اللي كان عايز يعوم، يعوم وهو راكب عربيته في الشارع. طبعًا نضّفت بقى المِجرة ونضّفت كل الكلام دوّة وكمان مسحت التكييف، كان عليه برضه الحمام برضه كان عامل عمايله عليه، الكويس إن أنا حاطة كِسوة يعني، كده مش بنولّعه في الشتا يعني. فبدأت برضه أحُط المَيّة بالكلور كده ودعكت بقى كده جامد أهو، من بعيد طبعًا لإن أنا كده نُصّي في الشارع، فكان الحمد لله ربنا سترها يعني. غسلته برضه كده عشان ما يلمّش معانا نمل اليومين دول بُصّوا في فار حاويني بسبب الحمام ده والله، أبقى قاعدة جوّه وسامعاه ماشي رايح جاي على السور بتاع الحمام ده، بيشرب مَيّة وياكل الرز، مش عارفة أعمل إيه بقى، بس بقى له كام يوم مش بييجي، خايفة أحط له سِم والّا حاجة الحمام ييجي ياكله ويبقى أنا ذنبي في رقبتهم والله، لإن لقيته عامل بيبي. بُصّوا الشباك كلّه اتغسل خلاص كلّه، المَيّة بقت داخلة جوّه بقى وتحتيّا فيش كهربا بُصّوا حوسة، حوسة احتست، أنا اللي عملت كده في نَفْسي. السلك بقى اللي مليان تراب، مليان تراب، لإن السلك أنا مش باحطه من عند الحمام، باحطه من الناحية التانية عشان الهوا، السلك يعني باخلّي السلك من الناحية التانية، فالإزاز هنا أحسن لي، يعني لو جه الرز على السلك هيتبهدل أكتر، بُصّوا بقى كلّه تراب، 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 بس ارتحت لمّا نضف جدًا، جدًا، ما عندكوش فكرة قد إيه راحة نفسية قد إيه لمّا حسيت إن الشباك نضف، كده أنا خلاص، كده أنا اعتبر دي تنضيفات رمضان يا جماعة بالنسبة لي، خلاص أنا كده نضفت الشقة كلّها، لو اللي عنده شوق في حاجة ييجي يقول لي. ادّوني شتا أدّيكم شغل، ما تدّونيش شتا مش هادّيكم هتلاقوني قاعدة على الكنبة، كسل يمسكني بقى وكده، أول ما أشوف المَيّة نازلة في السما كده أحس إن أنا عايزة أجيب مَيّة وعايزة أرُش مَيّة، عارفين اللي هو بترُش الشارع مَيّة دي، أنا كده، شكلي ماما والداني في البانيو والّا إيه مش عارفة، نسيت أسألها أنتِ والداني فين بالضبط؟ هي والداني في شهر 11 يعني في الشتا برضه، بس كده جِبت الشباك من هناك وجِبته من هنا برضه كمان عشان يتنضّف، أنا كنت هاعمل أكمّل روتين معاكم ما كمّلتش بصراحة، ما قدرتش، الشباك هلكني، هلك لي دراعاتي. بس إيه، خلاص هتشوفوه دلوقتي، هتشوفوه دلوقتي هتدّوني جايزة، تحطّوا اللايك بتاعي يبقى ده ربنا يسترِك يا أختي انشواه، أهو بُصّوا بقى شايفين، اخس عليّا، اخس يا بنتي يا جيجي كده برضه، والله كنت تعبانة وكان صبعي متعوّر، وأنا أنتم مش متعودين منّي على كده بس عادي، بتحصل في أحسن العائلات، صح والّا إيه؟ مش عندكم في العائلات حد كده زيي؟ عارفين اللي هتقولي لأ يا جيجي أنتِ مش لأ هازعل أوي، هازعل، هتزعّليني، قوليها في سرِّك، قوليها في سرِّك يا حبيبتي كده وابعدي عني، عشان ما تحرجونيش. أي والله، حتى ولادي أمّا صحيوا من النوم قالوا لي: "يما الشباك فيه نور كده." قُلت لهم: "آه ده نوري يا ولاد، ده نوري." أخدوا بالهم الحمد لله. بُصّوا بقى، ياه! تغسلي قلبي كده والمَيّة بتنزل كده. يعني يما، يا حوستي السودا يعني يما. بعد ما عملت قُلت لها: "الحمد لله يعني الحمد لله خلص على خير." يعني كده بقى إيه خلاص نلمّع الأوضة بقى وننفّض الكنب بتاعنا وهافرش لكم السجادة اللي بقت اليوتيوب كلّه بيتكلم على السجادة دي، مش عارفة في إيه بالضبط. كده أروح أجيب في مَيّة وآجي أكُب في مَيّة وهيصة بقى هيصة، عند العروسة هيصة. أي والله. الفيديو كلّه على الشباك يا جيجي، الفيديو كلّه على الشباك، أُمّال أنتم مفكّرين إيه يعني هو كده أنا أتعب بالساهل يعني وأنتم ما تتفرّجوش عليّا وأنا شغّالة؟ لأ، لأ، وشطفت التكييف كده من برّه، وجِبت بقى الفوطة بتاعتي دي عشان أدخّلها بقى فين في المِجرة اللي هي أيوه دي، أطلّع بقى المَيّة، هي ليها خرام كده على فكرة، في خرام بتنزّل المَيّة بس في رُز بقى، في رُز، فالرُز بقى لازم أطلّعه، نيجي بقى على الشبابيك بقى واحد، واحد كده، بقيت أكُب مَيّة من جوّه وناسية إن في فيَش تحتيّا. ربنا سترها الحمد لله، اوعي تعملي العملة بتاعتي يكون في فيش وتكُبّي مَيّة، بقيت أكُب بقى كده على الإزاز،
يا سلام ما أقولكوش، إحساس يا جماعة رهيب، النضافة دي والله إحساس جميل جدًا، بس النضافة عايزة صحة برضه. أيوه أمال. خلاص كده بقى مسحته بقى كُلّه، 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 وجِبت بقى الفوطة بقيت ألمّع بقى لو في حاجة شايفاها كده عاملة والّا حاجة، خلّيت بس بتاعة المكان بتاع العصافير ده آخر حاجة، عشان طبعًا يبوش الأكل اللي كان بيُقع ده يبوش مخلّص خالص يكون إيه، راح زي الفل. فالحمد لله عدِّت على خير. هي دي أول تنضيفات رمضان يا جيهان؟ مش عارفة والله يا جماعة، يعني ما تاخدوش منّي عُقاد نافع يعني عشان أنا ما ليش كلمة. طبعًا لسه بدري على رمضان فالشباك هيتطين تاني ده أكيد يعني. مسكت بقى الحلق بتاع الشبابيك من فوق كده عند السور بتاع الستارة من فوق كان في تراب برضه مسحته، وبقيت بقى إيه أيوه شايفين؟ مسكت بقى فوطة green wave بتاعة الإزاز دي ولمّعت بقى الدنيا كده لو شايفة أي حاجة والّا حاجة عشان المَيّة ما تفضلش على الإزاز وتجيّر معايا، فسِبت المَيّة بقى على السلك تنزل لوحدها، بقيت أنفّضه بإيدي كده لمّا نزّلت المَيّة كلّها من عليه. نيجي بقى على الضرفة التانية، لا، لا الشبابيك دي صعبة أوي، ما بتتشالش عشان ما حدش يقول لي شيليها يا جيجي، الراجل عملها لي ما بتتشالش، اللي هي ليها مجرى مقفولة عليها، بس هو أكيد هو اللي يعرف يفتحها أنا حاولت ما عرفتش، قُلت أشيله مثلًا وأغسله في البانيو وأرجّعه تاني أركّبه، ده لو حصل كده أنا ممكن أقع في الشارع، يعني عملت عاملة زي دي كده لإن الشباك أكيد تقيل، فاهمين إزاي؟ هنا بقى باكُب من جوّه، أنا بخيبتي باكُب من جوّه مش هاكُب من برّه، ألمّع يعني من جوّه بالفوطة ومن برّه أكُب مَيّة، دهولت الدنيا بقى تحتيّا بقى، الدنيا عجِّنت كده تحت، بس الحمد لله يعني إيه أنقذت ما يمكن إنقاذه. ادعوا لي يا بنات أول حاجة أهو في الأوضة، أول حاجة عملتها في الأوضة، أخدت فيديو لوحده، ساعتين، ساعتين وأنا في الشباك، بس أنا كنت مبسوطة إن أنا واقفة في كده يعني. أملى بقى مَيّة الجردل تحت خالص، المفروض كنت حاططها على حاجة عالية، بس ما فيش بقى الولاد كلّهم نايمين، كلّه نايم، البيت كلّه نايم. أيوه، ياه! يا سلام! بُصّوا، بُصّوا بلُبلُق، بلُبلُق، بذمتِك مش بلُبلُق؟ هنا بقى جيت على الحتّة الحاسمة بقى، وأخدت بقى كلّه ده معمول لي عشان حد سألني ده إيه يا جيجي ده بتاع لمّا قُلت له بيعمل لي الشباك عمل لي حتّة برّه كده زي ما أنتم شايفينها كده وليها سور وليها مش عارفة إيه مجرى كده وليها خرام عشان المَيّة تنزل منها، أنا كنت عاملاها عشان الزرع يعني أحُط فيها زرع وكده تبقي قاعدة جوّه وأنتِ قاعدة كده شايفة إيه الزرع، زي ما باعمل في الصيف بقى، وباحطه جنب العصافير يعني على فكرة بس هُم أرقدوه، ما خلّيش فيه حاجة، عايزة بقى أمّا أنزل أبقى أجيب كام واحدة تانية بس على الصيف بقى لإن هُم أكلوه خالص. يا عيني يامّا. طبعًا خلّصت دوّة ودخلت عملت الغدا وغسلت المواعين، مسكت المكنسة لمّيت الشقة كلّها، بس ما قدرتش أصوّر بصراحة، حسّيت إن دراعاتي مش موجودة في جسمي، لإني يعني قعدت أدعك كتير في الشباك عشان يطلع منّه الحاجة، مش عارفة أعمل إيه والله، مش عارفة أفكّر في فكرة كده إن أنا فكّروني واكتبوا لي في الكومنتات. أيوه أعمل كده وأعصُر، أعمل كده وأعصُر، طبعًا باخد من المِجرى بقى من جوّه عشان المَيّة ما تقعدش جوّه تبقى إيه ت كده يعني، أول ما خلّصت على طول باحُط الأطباق بتاعة الأكل بتاعتهم لقيتهم جايين، قُلت لهم: "طَب سيبوني أتهنّى بالشباك كده نُص ساعة والّا حاجة." بس ماشي زي بعضه، كُلّه يهون. بُصّوا بقى بقيت أدخّلها كده بقى بالراحة بقى بصوابع القُزعة دي كده، أيوه، بُصّوا، لحد ما خلّيته فُلّة شمعة منوّرة. يا بنتي اوعي وشِّك منهم يا بنتي لا حول الله يا رب. كمّلوا الفيديو يا جماعة ما تتضايقوش، عادي. أيوه بقيت أعمل، 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 أعمل لحد بُصّوا حتى ملامح وشّي مش طايقة نَفْسي أساسًا. بس الحمد لله يعني عدِّت على خير. أيوه شاطرة يا بنتي يا جيجي والله. عارفة مش هتقولي شاطرة يا بنتي يا جيجي هاعمل فيكم إيه؟ هانفخكم. أهو دخّلت بقى في المجرف الرفيّع أوي ده عشان أجيب المَيّة من جوّه، لإن ده ما فيهوش مش مخرّم، يعني الأخير ده مش مخرّم، لكن ال2 تانيين المَيّة بتنزل منّهم عادي. خلاص خلص على خير الحمد لله، تمِّت بحمد الله. جيت هنا بقى كده المَيّة اللي نزلت دي طبعًا بقيت أمسك الفيَش كده أمسحها عشان لو في مَيّة دخلت والّا حاجة، وكنت قلقانة إن أنا أتكهرب بس الحمد لله عدِّت على خير.
طبعًا السُّكْن نزل عليه بقى طينة والحيطة دي كلّها اتبهدلت، فأنا إيه، مسحت بقى كل الكلام ده. أي والله. بس كده، جِبت بقى الفوطة بتاعتي اللي بتاعة الgreenway دي، على فكرة دي زي الفوط اللي بنمسح بيها الأرضيات يعني، بس دي فوطة greenway بتاعة الأرضيات برضه، كنت جايباها من أمل صالح، حد سألني امبارح: "يا جيجي بتجيبي المساحة منين الموب وكده والفوط دي فوطة تمسيح يعني نمسح بيها الأرض، من greenway." حلوة جدًا، جدًا، فيها حتّة خشنة وحتّة ناعمة، الناعمة دي بعد ما باخلّص بالِمّي بيها الشعر الرفيّع أوي ده، والخشنة لو في حاجة في الأرض مثلًا مضايقاكِ والّا حاجة بتعمليها بالخشنة. طبعًا خلّصت بقى أنا عشان ما اطاطيش قدّامكم كده، خلّصت الجنب ده كلّه بالشباك أهو، والحمد لله تمِّت على خير، يالّا بقى حطّوا لي لايكاتي وأشيائي، واستنوني في الفيديو الجاي إن شاء الله. بُصّوا الدنيا نوّرت إزاي، شايفين، شايفين؟ يا لهوي لا يفضل كده يا جدعان. وكل ده والدنيا بتشتي برّه، طبعًا هنا كانوا أكلوا الرز، هاروح بقى أملى رز تاني ومَيّة وارجع بقى. خلاص خلّصت الجزء ده بارجّع كنبتي، وبكرة إن شاء الله بإذن الله يا رب، يا رب أقدر كده أكمّل، عشان أنا أمّا باقول هاعمل ما باعملش. نزّلت بقى الستاير، فتحت الشباك بس كده عشان يتهوّى، الدنيا الأرض تنشف شوية، وخلاص على كده. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب أكون عند حُسن ظنكم، ما أكونش رغيت عليكم كتير، وده حبيت أشجّعكم معايا، وأشوفكم بكرة إن شاء الله، السلام عليكم.